السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا كان في تعليق كده جالي، واحدة قالت لي عايزاكي تعملي الاباجورة علشان اشوفها بتتعمل ازاي، فانا هعملها لها النهاردة. بصوا الكرتون ده، دي كانت كرتونة بتاعت بيزو وانا قصيتها. بصوا هو من هنا 20 ومن هنا 15 ومن هنا 10، قصيت 4 كده زي بعض كده اهو 4. ودي طرحة كده قديمة كانت عندي، اللي هي التل دي، التل اللي هو المخرم ده، والعصيان دي اللي هي الشيش طاووق، وسلك ده هقولكوا دلوقتي انا هعمل بيه ايه، والفصوص طبعا اللي هي الالماظ الكداب دي، والمسدس الشمع، وازازة الكلور دي. بصوا انا هبدأ بان انا شايفين الفصوص دي، ده الصف ده فيه كام؟ 2 5. بصوا بقص كده اول واحدة بس مش للاخر، وبقص التانية كده، وبقوم شايلة اللي في النص كده، وبقوم سايبة برضو واحدة وقصة واحدة كده، هقص واحدة واسيب واحدة. انا قصيتها اهي، عملتها كده. على فكرة اللي بيساعدني في الاباجورة برضو مي، انا ليه قصيتها اهي. بصوا بقى ازازة الكلور اللي انا قلت لكم عليها، سكينة عادية مش لازم اي حاجة، التفصيلة دي هي اللي هاخدها من اول هنا كده. دي بس اللي انا هستعملها. انا كده خلاص هستغنى عن السكينة وهظبطها بس هي بالمقص كده. على فكرة هي يعني هي جامدة شوية بس اهي، ودي هشتغلها، دي مش ملهاش اي لازمة. بصوا انا عملت 4 اهم بتوع كلور، انا بلزقهم كده على بعض كده عشان تبقى يعني ايه دي لهم رسمة كده او تفصيل، وبلزقهم بالشمع. على فكرة هما يتلزقوا بسهولة. انا لزقتهم اهو، بقت جامدة اهو. ممكن في رش كده بتجاب رش عربيات ترشيها، بس انا مش هرشها. انا هوريكم انا هغطي الكتابة السوداء دي بايه، وهسيب دي بقى على جنب لغاية ما اعمل القاعدة اللي تحت. انا هعملها برضو بالكرتون، كل حاجة بالكرتون، بس انا هدور الورق ده هخليها مدورة كده وهقصها بالمقص، هخليها مدورة كده وهقصها بالمقص، وهعمل منها 2. انا قصيت 2 اهم زي بعض. بصوا بقى دولت الاتنين دولت اصغر منها. انا هعلم اللي هي الحته المفتوحه دي، الحته المفتوحه دي النص كده بالقلم، وهحاول بالسكينه بطرف السكينه كده، وهقوم وهقطع على قد ايه
العلامة اللي انا معلمها. اكملها بالشكل ده وارجع. انا قصيتهم اهو شوية علشان دي اخليها كده، يعني لما اجي الزقها تبقى امتن كده. كل ده هيتغطى. انا هلزقهم في بعض باللزق ده كده، لان برضو هيجمدها شوية. يجمدها شوية يخليها ماسكة في بعض اكتر. انا لزقتها اهي، بس دي هعملها بالشمع. هحطها كده. انا لزقتها اهو، بس مش هلزق دي، مش هركب دي الا لما اغلف الحته اللي تحت. بس قبل ما اعمل كده بقى هلزق دول. انا هخلي الرسم والحاجات دي للجوه، وهخلي لون الكرتون نفسه هو اللي لبره. انا بحطهم كده كده وبلزقه. هلزقها كده، وهلزقها برضو من الجنب ده تاني عشان تبقى جامده. انا لزقتها باللزق ده. شوفوا بقى، هخلي كل اللزق ده جوه عشان تبقى هي التوسيع. هلزقها برضو من هنا كده. هلزقها بقى، هحط كذا لزقه من الجنب ده ومن جوه من هنا. هحط بقى برضو كذا لزقه علشان تبقى جامده. انا كده جمدتها اهي. شوفوا قسمتين ازاي وجامده باللزق ده. دلوقتي بقى انا قبل ما هغلفها بالقماش هظبط دولت اول علشان اركبهم هنا. بس انا هجيب 2 كده، والسلك ده اللي انا وريتهولكوا في الاول. انا اول ما جربت الاباجوره بتاعتي كنت عاملاها بنبل، بس لما حطيت عليها الشمع النبل اتقطعت كده. ركبتها برضو من الناحيه التانية كده كده. شوف بقى رجلها بصوا علشان ايه اركبها كده. بسم الله كده. على فكرة انا عاملة الاباجورة دي شكل، بس احنا ممكن لو عايزين نحط فيها لمبة بنلزق الدواية هنا والسلك بيبقى ماشي من هنا كده، لكن انا بعملها شكل لان انا عندي مفيش يعني فيشة جنب السرير، فما بيبقالهاش اي لازمة لسه هحط وصلة فبكسل. هعمل دي كمان نفس الشكل ده وهعلقها. انا عملتهم اهو بصوا علشان ايه هركبها كده تبقى في النص، يعني دي تبقى ايه اللي سندها.
هتبقى مسنودة كده. عاملها لكم كده علشان تبقى واضحة. هلزقها بقى بالشمع او هغلفها الاول. لا هغلفها الاول، هغلف دي الاول علشان يبقى ابقى وانا بغلفها كده ابقى في الشغل مرتاحه اما احطها اما اركبها على دي. بصوا انا هغلفها كده. انا رفعت كده التليفون شويه علشان تبقى واضحه. هلزق كده وهيفيد ده كله هقصه. انا هلزقه بالشمع. بس نخلي بالنا لو هنعملها بنفس القماشه اللي انا عاملاها دي، نخلي بالنا لان دي مخرمه. هلزقها كلها كده بالطريقه دي. بصوا انا حبيت اوريكم المرحله دي. انا القماش اللي هو كان فايض من هنا، فانا حاولت اقفله كده باين من فوق، بس والمشكله بس ان هو جبينه خفيف، الشمع بيبقى صعب شويه يطلع على الايد. القماش بقى ده كل ده انا هقصه. شوف فايض قماش قد ايه، هقصه. لان لو غلفناه من هنا كده هي مش هتبان اصلا، نستفاد منه بحاجه تانية. انا قصيت اهو، قصيت الطرف دي، وبرضو هتنيها كده بالشمع كده اهي. بس انا عملتها اهو، قلبتها ومن جوه عملت تنتها كده. شوفوا بقى الفصوص اللي انا كنت عملتها، اللي هي شلت حته وسبت حته دي في اول الفيديو. شكل عشان تبان اعملها كده. كده وضحت كده بتهيالي كده. انا عملتها من فوق اهي، هعملها برضو من هنا كده. انا نقلت التليفون اللي جنب ده، يا رب يكون بقى التصوير باين، لان انا حسيت ان هو مش باين في الاول، فزعلت قوي. يا رب تكون كانت واضحة في الاول. انا اللي بلزقه كده اهي، بقت كده من فوق اهو. انا هغلف دي الحته اللي تحت اللي احنا قلنا نلبسها دي، بس كل ده هيتلزق بس بعد ايماكس دي، ودي هشوف هنعمل فيها علشان نداري الكتابه دي. برضو هكسها بنفس اللون كده، بس هفتح دي.
انا لزقتها من هنا، طلعتها كده علشان ايه الزقها من الحتت دي كده وانا مرتاح. انا هقص كده القماش اللي هو الزيادة ده، انا قصيته اهو. انا لزقتها اهو، بس هاجي الحتت دي انا عملتها اهو، بس عايزه احط حاجه من هنا، مش عارفه برضه احط صف كده. انا احط دي كده، دي حلوه، انا هحط دي كده، هلزقها كده وهكمل من جهه تانية وارجع لكم. انا خلصتها اهي. هنا بقى الدرج دي انا هشتري دولت دلوقتي. انا هحاول بقى اغلف دي بالقماش ده برضو، بس مش كله يعني، ممكن اخد حته صغيره كده على قد دي واحط فد في النص. عامه انا هشوف كده وارجع لكم. بصوا، ما انا قصيت حتت رفيعه اهي، احطهم كده في النص كده ان هما يدوا شكل بس يعني. كده انا عملت الاتنين دول. هكمل برضو بالشكل ده. انا عملتها اهو، بس بصوا خليت الخياطة في اتجاه واحد وعملتها كده طبعا علشان اداري الحتت دي. هعلق الفصوص كده في النص كده. انا عملته اهو، عملت عليه الفصوص. هركب دولت بقى تاني كده. هلزق دي اول
انا لفتها كده علشان ايه اعرف اثبتها والزقها بالشمع. انا خلصتها اهو، شوفوا ايه رايكم.